إذا كانت شخصية الشخص النرجسي تشمل الأخلاق والأسلوب والتفاعلات النمطية التي تعرف بالشخصية النرجسية، فإن التعامل مع اللغة النرجسية يمكن أن يكون تحديا. إليك بعض النصائح للتعامل مع اللغة النرجسية. أولا، تحديد الحدود. حدد حدودا واضحة في العلاقة مع أختك النرجسية وتأكد من أنك تحترم حقوقك وحياتك الخاصة. ثانيا، التواصل الفعال. كون صادقا وواضحا في التواصل مع أختك النرجسية وحاول التعبير عن مشاعرك واحتياجاتك بطريقة لبقة ومحترمة. ثالثا، الابتعاد عن الصراعات. حاول تجنب الصراعات غير المنتجة مع أختك النرجسية وابتعد عن المواقف المثيرة للصراع. رابعا، التفاهم والتسامح. حاول أن تكون متسامحا ومفهم مع أختك النرجسية على الرغم من التحديات التي قد تواجهها في التعامل معها. خامسا، عدم التورط في اللعب النفسي. تجنب الوقوع في اللعب النفسي أو الانغماس في سلوكيات تصعيدية مع أختك النرجسية وابتعد عن الرد بنفس الطريقة التي تتعامل بها. سادسا، البحث عن الدعم. قد تحتاج إلى البحث عن الدعم النفسي من خلال مشورة مختصين لمساعدتك في التعامل مع أختك النرجسية وتحسين العلاقة معها. يجب أن تكون هذه النصائح إرشادات عامة، وقد يختلف التعامل مع الأخت النرجسية من شخص لآخر وبناء على طبيعة العلاقة والظروف المحيطة. من المهم أن تكون متسامحا وصبورا، ولا تنسى أن تحافظ على صحتك النفسية وسلامتك العاطفية في التعامل مع الأخت النرجسية.